مدري وين الشباب اليوم؟ اتصلت بموسى؟ اتصلت بموسى الآن قدام شوية قال واجي. ايوه سابر الله حلو تمام. تدري كيف يا مختار؟ أيوة. والله ملينا من ذا الروتين وحنا يوميا نفس الخبر، تخزينه غداء وتخزينه وجلسة يعني وضحكة وذا، والله ملينا من ذا الروتين. أهم حاجة تتغدى وتخزن ما تشاهد. حي الله الشباب، يا اهلا وسهلا بكم. حي مبين لكم موضوع اليوم قوة القوة. اكيد اريس. حي العريس، حي العريس. لا الموضوع مش كذا. الموضوع الحمد لله انا تواصلت بعد من البلاد ووصل بري فيزا، وذي اليومتين بخلص معاملات وان شاء الله بسافر. ما شاء الله تبارك الله. اخيرا جيت خارج من الروتين ذا الذي انا فيها. عاد انا قدام شويه وانا اتكلم انا مختار، قلت انا كنت خارج من الروتين. الحمد لله باذن الله. وانا لو سافرت باذن الله سافرت وصبر الأمور يعني أول ما تبدأ تقابلي فيزا ان شاء الله باذن الله، واذا فيزا وانت باذن الله واذاك باللي تشتيه وما بنساكم ابدا. تسلم. يلا خلاص نتحرك نروح نقدر نغير جو، وان شاء الله باذن الله قد زبطت صبر الامور ما بنساكم ابدا يا مختار. ان شاء الله. السلام عليكم. يلا في امان الله بخاطرك، انا بس منتظرنا. دعواتك وان شاء الله باذن الله لو صبرت الامور في السعوديه بخلي الامور عندك تمام. الله يوفقك بالسلامه يا ابني، من طريق تأوت الايام خاصه طريق الجوف، الله يوفقك بالسلامه ان شاء الله باذن الله ربك كريم. ومن والله لو الظروف الصعبة ما خليه يخرج يسافر، كان بخليه يخلص دراسته. يابا متى يرجع أخي موسى؟ يرجع قريب لا تهم ولا إن شاء الله. دعواتك لا بس ربي والصلاة والسلامة. نبدأ بلي خلصوا شاي وآدم غنم ده جالسون. لو أنا داري إن أنا فيزا حقي كلها برا بتكون هي هنا، كنت جلست لي البلاد أحسن لي. أنا خلصت دراسة إن الله. أي ما شاء الله تبارك الله. الصراحة اليوم يرد المزاج حالي. تعال. السلام عليكم. هلا حياك. أنت نفرينا؟ أنت نفرينا؟ أيوة أنا نفرينا حياك. هذا شاي؟ أنت صاحب المعزبة اللي جنبنا؟ أيوه جنبك هنا. الله حياك. هذا شاي؟ أي شاي؟ ما شاء الله أبو يمن شاي كويس مرة. شنو اسمك؟ اسمي عابد. حياك يا عابد. حياك. اسمي عابد. شرفنا فيك يا عابد. عابد معبود محمد. حياك يا عابد. هذا اسمي الكامل عابد معبود محمد. أنت اسمك؟ أنا اسمي موسى عبد الله من اليمن. أنت من اليمن؟ إيه. حياك الله. اليمن أنت واليمنيين فوق راسنا. تسلم والله تسلم أنت والجميع. أنا يا أخي نورت وتشرفت معرفتك. أنا معي طبعا أنا عزبة أغنام هناك في هذه الجهة. أنت هنا؟ إيه غريب مني. أنا بكون أجي عندك كل يوم. بتشرف بتنور إن شاء الله. باقي شاي؟ إيه موجود الشاي بالعافية. إيه حلو. خلص يا زول الشاي بالعافية. الشاي كويس. صورتك بتحب الشاي؟ تحب الشاي؟ أكيد الشاي أصلا مظبوط. والله كمل حرام ما باقي حاجة. ها؟ حياك أقول لك حياك.
الله يحييك. بالعافية. أنت اسمه موسى؟ أي اسمي موسى. موسى شنو؟ موسى شنو؟ موسى عبد الله. حياك 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 يا موسى عبد الله. الله يحييك. خلاص أنا الآن غنمي راح يا أستاذ عابد. الغنم شنو؟ غنمي راح. بشيل هذه والكاس بتجيبها معاك ولا كيف؟ أنت بكرة بتجينا؟ إيه. أنا بكرة بجيبها. ماني طيب أبغى القلص. خلاص بكرة بجيبها. أبغى يلا بالعافية بالعافية. بالعافية. الله يعافيك. الله معك. يا أمان الله. كل يوم صلي حجاج. يا خليل موسى ذنب بعد ما اقترب له ولا أجي اتصل بحنا ولا رسالة ولا حتى اتصل به ما يجاوبش. ما عنديش داري كيف يا مختار. الأمة كلهم مغتربين هناك اليوم، يعانوا من الغربة، ما وجه الأمل هناك، ما وجه الذي يحصلها بعد الشغل يوديها الكفيل يجدد بها، يعني ما وجه الأمل، يعني هناك ضباح اليوم. ماني طيب وليش عاد يقولون انه مغترب وانه اقل حاجة يرد ام جوال. يعلم الله كيف ظروفها مختار، كون قدر الواحد الآن قد لها سنة أنا حصلت أبوه أمس، يعني قال والله ما قد حولهم بريال، يعني الوضع هناك خربان مرة. جرب كأنك تتصل به انت من جوالك خفاه يرد عليك. حاضر. تتصل بالوالد واطمن على صحته وعلى صحة الوالدة. الو السلام عليكم يابا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طمنا عنك وعن الوالدة، اخباركم طيبين؟ الحمد لله بخيرين كلنا، نحمد الله في أحسن حال، كلها بخير، ناقصين وجودك بس الله يحفظك. والله حبيت اطمن عليكم، انا قد لي وبتواصل بكم بدبركم ان شاء الله كما قدرت وارسل. طيب الحمد لله، محب موجود، مطعم موجود، ومأجور الحمد لله، نحن حصلنا والأمور إن شاء الله طيبة. لا تم ولا تقلق، جهز أمورك، جهز فيزا حقك، وبعدين حصلت رسلت لنا ولا الحمد لله إنكم من خيرات البلاد. ربنا يحفظك إن شاء الله ويسهل أمورك. يلا سلم على امي وقول لها دعواتك. يوصل سلامك، يوصل إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يسبر الأمور وتجو إن شاء الله. رب أمك ذاتي لك ليل ونهار واصل، يا ربي يسابرك إن شاء الله، ربي يفتح عليك وعلى جميع المغتربين، وربنا إن شاء الله يسابرك. يلا دعواتك يا بالله يعطيك العافية. الله يحفظك. هذا الشعور الصراحة يرتاح واحد لما يسمع صوت الوالد والوالدة، يزداد شوق للبلاد. مشتاق أشوف أصدقائي خليل ومختار، أصدقاء الطفولة، أصدقاء اللي كنا نلعب كورة ونمسك. الله نرضى. الآن 3 سنة. لعد الآن في الغربة 3 سنة، غايب عن الأحباب والأصدقاء. متى سنرجع للبلاد؟ متى سنرجع للبلاد ونعيش الحياة وننبسط. أسبوع تحصل عمل وأسبوع نركز، أسبوع حصل عمل وأسبوع نركز. طيب شنو؟ أنا كنت أتوقع أن الغربة أكثر من كذا وأكبر من كذا، أتوقع أن الأمور تكون طيبة.